ابني متأخر في الكلام. طب اعمل ايه؟ اوديه حضانة؟ لا لا لا، اوديه تخاطب. ابني ما بيتكلمش، ابني داخل على 3 سنين ومش بيقول غير كام كلمة. الناس كلها عمالة تقولي ابنك ما بيتكلمش، ابنك ما بيتكلمش. طب اعمل ايه؟ طب هو بيسمع كويس؟ هو بيسمع كويس؟ بيفهمك لما بتقولي له حاجة بينفذها؟ هو لسانه كويس ولا في مشكلة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنتكلم مع بعض عن مشكلة تأخير الكلام، المشكلة اللي بتعاني منها ناس كتير دلوقتي في الفترة دي. تأخير الكلام مش معناه ان انا اروح اجري على دكتور تخاطب على طول. احنا النهاردة ان شاء الله مع بعض هناخد كده بطريقة مبسطة موضوع تأخير الكلام، وامتى ألجأ لدكتور تخاطب، طب امتى اقعد انا اتكلم مع ابني، امتى اوديه حضانة. اول حاجة عاوزين نتكلم عليها الطفل. المفروض الطفل من هو صغير في السنة الاولانية ان انا اتكلم معاه كتير. الكلام ده انا بوجهه للاطفال اللي هم خلاص عدوا سن السنة والسنتين، للامهات وللامهات اللي ممكن تكون بتشوفني هي لسه حامل او هي لسه والدة جديد. لازم في السنة الاولانية اتكلم مع طفل كتير، ما اقولش بقى لا ده صغير مش هيفهمني، لا لازم اوثق لغة التواصل ما بيني وبين الطفل. اكلمه واحكي له، اقول له انا النهارده هعمل ايه، رايحه فين، حصل ايه النهارده، هعمل ايه النهارده، اشتريت ايه النهارده. دي الطفل بيفضل يسمع ويخزن كل الكلام ده. واهم حاجه يا جماعه ان الكلام بيعتمد على السمع. علشان كده دلوقتي اي طفل حديث الولاده بيتعمل له مقياس سمع. مقياس السمع ده هو اللي بيطمني الطفل عندي كويس ولا لا. طب تاني نقطه، ان الطفل اشوفه وهو بيعيط في حاجة الفك بتاعه مظبوط ولا لا، وهو بيعمل اي حركات لسانه مظبوط ولا لسانه مربوط، شفته فيها حاجة ولا لا. كل الكلام ده مهم جدا قبل ما احكم على الطفل هو بيتكلم ولا متأخر ولا محتاج دكتور تخاطب. انا طفلي الحمد لله بيسمع كويس. طب ازاي؟ لما بيكون في اي مصدر للصوت بينتبه له، الجرس الباب رن بيروح، في اغنية في التلفزيون بيجري عليها، انا ناديت عليه باسمه بيبصلي. كل الحاجات دي طمنتني ان هو السمع بتاعه تمام. طيب ندخل بقى على النقطة التانية وهي الادراك. عايزين نعرف هو مدرك معايا الدنيا ولا عنده مشكلة مثلا في المخ، مشكلة في اي حاجة. اقول له خد الريموت ده فبيجي ياخده مني، روح هات الكوبايه دي بيروح يجيبها، روح هات الطبق بتاعك بيروح يجيبه، الباب بيرن تعال نشوف مين، بيروح معايا لاتجاه الباب. طيب انا بديله اوامر بيبدا ان هو بيستجيب وبيديني الحاجه اللي انا عايزاها وبيروح يجيب حاجته وبيشاور على حاجته، جيب الميه بتاعتك بيبقى عارف مكانها وبيروح يجيبها. طب كل المؤشرات دي جميله ان طفلي كويس جدا من الناحيه العقليه. تمام، يبقى انا طفلي بيسمع، طفلي كويس من الناحيه العقليه، بصيت على بقه لسانه كويس بيتحرك كويس مش مربوط باي حاجه ولا في اي مشكله. طيب في حاجه كمان، شفته كويسه، الفك بتاعه كويس، كل العوامل دي خلاص تمام. يبقى تمام، هتبقى فاضل لي مشكله واحده، هو ما بيتكلمش ليه. طيب انا ابني بيسمع ولسانه كويس وعنده الفك بتاعه كويس وكل حاجه عنده الحمد لله تمام التمام، بوجهه بيجيب لي حاجتي، بيسمع اغنيه بيرقص عليها، بيشوف الباب بيرن بيروح، بيلاقي اي حد بيجي بيشدني ويشاور لي على الحاجه اللي هو عايزها. طب ايه المشكله دلوقتي؟ المشكله ممكن تكون كسل. ايوه كسل، صدقوني الطفل مكسل يتكلم، لسه مش مستعد ان هو يتكلم بس هو مخزن. انا ماما كانت بتكلمني وانا صغير على طول فانا عارف، انا عارف ايه المروحه، عارف فين التلفزيون، عارف الميه، عارف الطبق، عارف كل حاجه. تمام. طيب انا بقى، طب انا عارف ميتي بروح اجيبها، طب انا وجع دماغي ليه واتكلم واتعب نفسي في الكلام؟ انا ده الاكل بتاعي، طب ما انا اشد ماما تروح تجيبهولي. طيب دور ماما بقى في النقطه دي ايه؟ دور ماما ان هي تقوله طب عايز ايه يا حبيبي، انا مش فاهماك ده، طب ده ايه ده. يعني نبدا ان احنا اكننا بنعصب الطفل شويه بس مش قوي عشان ما يزعلش. هيبدا ان هو يبدا يزهق وعاوز يتكلم. طيب ده لا، ايه ممكن يعمل اي اصوات. وبعدين في ناس تقولك ايه ده، هو الولد ده اخرس مش بيتكلم، هو الولد ده اصم، هو الولد ده ابكم، في ايه يا جماعه؟ الولد بيعيط وصوته بيطلع، بيعمل اصوات،
بيقول واي ماما ما با، بيقول اي حروف طالما نطق اي حرف من الحروف واصدر اي صوت من الاصوات. انا الحمد لله طمنت على ابني، بيسمع يا جماعه، بيسمع وبيستجيب. طيب خلاص بقى نطلع الناس دي كلها من دماغنا اللي هي بتقعد تقول كلام مش منطقي. طيب انا ابني دلوقتي امتى ابدا بقى اقلق ان هو ما اتكلمش؟ في ناس تقول سنه، في ناس تقول سنه ونص. يا جماعه عايزه اقول لكم بجد وعن تجربه شخصيه، لحد من 2.5 ل3 سنين، من بعد ال3 سنين ابدا افكر انا هوديه دكتور تخاطب ولا لا. لحد ال3 سنين ما ينفعش افكر في القصه دي خالص. لحد ال3 سنين ابني سليم. بيبدا من عند 1.5 سنة بيبقى عنده بقى حروف، كلمات متقطعه. عند السنتين او 2.5 سنين المفروض ان هو يكون مكون جمله من كلمتين او 3 كلمات. طيب ابني ما قالهاش، مش مشكله خالص، هاخد الموضوع واحده واحده. هبدا اول حاجه امنع التليفون، امنع التلفزيون، اقلله، اخليه ساعه واحده في اليوم. التلفزيون والتليفون وكل الحاجات دي بتاثر على تركيز الطفل، بتخليه قاعد بيستجيب بيستجيب بيستجيب، ما بيصدرش. لكن انا عايزه تفاعل، عاوزه انا اللي اتكلم مع الطفل، اتكلم معاه، تعالى نعمل كذا، بص كذا، بص دي اسمها ايه، الله بص دي عملت ايه. اخواته يتكلموا معاه، بابا يتكلم معاه، اديله التليفون حتى لو تليفون لعبه واقعد اكلمه من الناحيه التانيه. قال له ايوه يا حبيبي انت عامل ايه، ماما بتكلمك، انت عملت ايه النهارده، حتى لو ما ردش عليا بس انا بحفز فيه النقطه دي. صدقوني هيفضل يخزن يخزن يخزن، ومره واحده هتلاقيه بيطلع كلمه من الكلام اللي انا كنت بتكلمه معاه. اول خطوه الجا لها زي ما اتفقنا ان احنا نمنع التليفون، التلفزيون، كل الوسائل اللي هو بيبدا يستجيب بس منها وما يصدرش اي حاجه. تاني حاجه اعمل ايه؟ ابدا انزل الطفل حضانه. ده طبعا بعد ما منعت التليفون والتلفزيون وبعد ما اتكلمت معاه كتير وحفزته، انزله حضانه. صدقوني عن تجربه شخصيه، انزل الطفل حضانه. نزلت الطفل حضانه، ادور على حضانه كويسه، مش لازم تكون ب10,000 جنيه في الشهر، حضانه على مستواي المادي، بس تكون حضانه مضمونه كويسه، انا عارفه ان الناس اللي فيها كويسين محترمين بيتعاملوا مع الطفل كويس. نزلته حضانه. صدقوني الحضانه بتحفز الطفل جدا على الكلام جدا. الميس بتتكلم معاه، المديره بتتكلم معاه، اصحابه بيتكلموا معاه، بيبدا يشوف ده بيتكلم ودي بتتكلم، بيولد عنده غيره، انا كمان عايز اتكلم زيهم. فبيبدا يحاول يقول حرف، كلمه، كلمتين، لحد ما بيبدا يكون جمل. وجود الطفل في ناس بيحبهم، عيلته، اسرته، لما كلهم يلاقيهم بيتكلموا معاه بيبقى نفسه ينطق اسم ده، نفسه ينطق الاسم ده. نزل حضانه، اسيبه في الحضانه بقى فتره، هيبدا استجاب وبدا يتكلم، يبقى انا ابني الحمد لله تمام التمام. ابدا بقى احفز فيه الموضوع ده واتكلم معاه وازود في البيت. تاني حاجه بقى عايزه اكلمكم فيها موضوع التخاطب. طب انا خلاص نزلته حضانه، ابني عدى ال3 سنين، بيسمع وبيفهم وبيدرك وبيتكلم وكل حاجه عنده تمام، واتكلمت معاه ومنعت الموبايل ومنعت التليفون، وعدى ال3 سنين وبرده ما بيتكلمش. في النقطه دي بقى ابدا ان انا اوديه لدكتور تخاطب، بس الدكتور يكون عنده ضمير من الدكاتره الكويسه، واتكلم مع ابني يا دكتور 1 2 3، بيعمل له فحص، بيشوف هو محتاج جلسات كتيره ولا كام جلسه بس تحفزه على النطق. لكن صدقوني مش كل حاجه نقول ابني خلاص ما بيتكلمش يبقى اروح دكتور تخاطب، ابني ما بيتكلمش يبقى خلاص مش هيتكلم. لا، لازم يكون عندنا صبر، لازم يكون عندنا تحفيز، لازم نتكلم، نشوف ايه الاسباب اللي بتخليه ما بيتكلمش، نشجعه ونحفزه، اول ما يقول كلمه نفرح ونشجعه عليها. نزله حضانه، نقعد نقرا له، نقعد نوريه الصور، المجسمات، كل الحاجات دي بتفرق جدا جدا في ان الطفل يتعرف على الحاجات اللي حواليه. وبجد بجد لو اتبعنا الحاجات دي ان شاء الله هتلاقوا الطفل اتكلم كويس جدا. لان بجد زي ما بقول لكم عن تجربه شخصيه انا مريت بيها مع ابني، حصل معاه كده، والحمد لله ان هو فعلا بعد 3 سنين بدا ان هو يتكلم ويتحسن، واللغه بتاعته تتحسن، وبدا يقول كلمه، جمله صغيره، جمله كبيره، لحد ما بقى ما شاء الله كويس جدا في الكلام. فعلشان كده بقول لكم لازم نصبر ونتبع الخطوات البسيطه كده اللي احنا قلنا عليها، وان شاء الله هتلاقي ابنك هيصدعك من كتر الرغي. ولو الفيديو عجبكم واستفدتوا منه ما تنسوش اللايك والشير، وقولوا لي رايكم برده في الكومنتات، وهرد عليكم على طول، واشوفكم على الف خير. مع السلامه.